هل تعتقدوا احنا عارفين ايه اللي بيخلينا مبسوطين؟ طيب سؤال تاني، هل تعتقدوا ان احنا عارفين اصلا ما معنى السعادة بالنسبة لنا؟ هل قعدتوا مع نفسكم فعليا وقعدتوا تفكروا اوكي ما معنى السعادة بالنسبة لي؟ ايه اللي لو حصل هيساعدني احس بالسعادة دي؟ وهل السعادة اصلا شعور احنا المفروض نحس بيه دايما؟ هل البني ادم كل مشاعره المفروض تكون دائمة؟ ولا هل المفروض ننظر على عالم المشاعر، سواء المشاعر اللي احنا بنسميها إيجابية أو المشاعر اللي احنا بنسميها السلبية، إن هم fleeting emotions in general. ليه؟ لأن هم fleeting, they don't stay generally. أي emotion بيتواجد شوية وبعدين بيروح لحاله لو احنا عطينا له الفرصة، لأن أول ما المشاعر بيحصل لها resistance هي دي النقطة اللي المشاعر تقعد فيها. كتاب النهاردة اسمه Stumbling on Happiness. بعيدا عن الحباية دي، احنا عارفين لما بيحصل اي ايفنت مهم، اي ان انا قررت ان انا اصور هيطلع حاجة ما، ولكن انا not a materialistic girl and not in a materialistic world، وبالتالي احنا كده هنصور. بصور الساعة 4 الفجر قبل الشفت عشان there is no other thing. Stumbling on Happiness اتكتب من كاتب هارفارد psychologist، اوكي؟ اسمه دانيال جيلبرت. أول حاجة من وجهة نظري، أنا مش بقرأ بس عادة، أنا بقرأ وبترجم بالمعلومات اللي اوريدي عندي عن اللي أنا قرأته. فأول حاجة من وجهة نظري هي إن إحنا لازم نقعد مع نفسنا ونحدد المسميات دي، بجانب إن أنا دايما بقول لأصدقائي إن إحنا لازم نسمي الأمور ومسمياتها. الشق الآخر بعد ما نسمي الأمور ومسمياتها إن إحنا نقعد مع نفسنا ونفهم ما معنى المسميات دي بالنسبة لنا إحنا في السياق الخاص بينا إحنا في عالمنا إحنا، سواء الداخلي أو الخارجي. أول حاجة نقدر نستنتجها من الكتاب ده إن we are bad at expecting the future، بمعنى إن إحنا ما ينفعش نحط نفسنا في دور المتنبئ للمستقبل. وحاجة تانية أنا أحب أضيفها، إحنا دايما بنحمل نفسنا المستقبلية أكتر من حملها بكتير علشان ندلع نفسنا الحالية، والدلع ده الدوبامين سيكينج ده هو اللي بيعطلنا في ان احنا فعلا نتشوز what we're gonna sacrifice علشان نحصل على اللي احنا عايزينه. لان احنا بنعتقد بشكل او باخر، لان احنا ما زلنا مرفهين ما بيننا وما بين نفسنا او سامحين بهذه الرفاهية، ان عادي بكرة، وبكرة يؤدي البكرة إلى ما لا نهاية من الدوامة بتاعت بكرة اللي ما بتخلصش لو جينا نبص لها فعليا. لأن لو بكرة هيفضل بكرة دايما، امتى هيجي النهاردة؟ ولو احنا بصينا لها اوكي طب النهاردة جه، يبقى ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها فعليا؟ بعدين هندخل في الكونسبت الآخر، happiness, fulfillment, emotion, long term goals, fleeting, sustainable and long term. يعني في كده حاجات لازم واحنا بنتكلم عن المشاعر اتكلم فيها، ما ينفعش اتكلم عن المشاعر فقط، لان انا مش مقتنعه اقتناع نهائي ان احنا كبني ادمين لازم نسعى ورا المشاعر فقط، مش هيؤدي لاي حاجه ايجابيه. في حاجه في العلاج السلوكي المعرفي بجانب هذا الكتاب اسمها cognitive biases. حلو، احنا كبني ادمين بنقع في اخطاء فكريه كثيره، تمام، منها ان cognitive negative patterns، ان احنا بنقع في انماط فكريه تعتبر خاطئه، اي الابيض والاسود، perfectionism، ان احنا بنعمم، ان احنا بنتنبأ المستقبل، دي اسمها cognitive negative thinking patterns. ده شق الآخر cognitive biases. cognitive biases إن إحنا بيبقى عندنا تحيزات فكرية شخصية بنحطها على منظورنا للعالم وبالتالي على العالم. وبالتالي لما حد بيجي يقولك صح والغلط نسبي، هو ده قصده بيه، إن صح والغلط نسبي بناء على منظورك عن الأمور الحياتية في حياتك. لما بنيجي نبص للمستقبل أو على الماضي أو على الحاضر اللي إحنا فيه، مخنا بيملى فراغات كثيرة بالاسامبشنز اللي هو بنيها على cognitive biases بتاعته او على cognitive thinking negative patterns بتاعته، او الاثنين. لان بني ادم كائن معقد بشكل او باخر، مكون من حاجات صغيره كتير انا بسميهم sub personalities، او مش انا اللي بسميهم، علم السيكولوجي اللي بيسميهم sub personalities. وبعدين السب بيرسوناليتيز دي بتتجمع بالموتيف والدرايفرز اللي بيؤدوا ان احنا بنتحد في كلمه الانا. لو جينا فكرنا فيها، ما معنى الانا؟
الأنا مكونة من درايفرز كثيرة، لما بنيجي نقول حاجة مش دايما بنعملها. طب ليه؟ ما انت اللي هو الأنا بتاعتك اللي قالت أنا عايزة أعمل الحاجة دي وبالتالي ما عملتهاش، يبقى أين الأنا في أنت؟ سب-personalities كتير أنا بسميهم بتوعي، أنا الميني مينيونز بتوعي، وكل مينيون فيهم عنده سب-personality بتاعته بالموتيف بتاعه بالدرايفر بتاعه and it's all chaotic. بس أنا مقتنعة اقتناع تام، مرة أخرى تسمع جملة دي كتير، أنا شايفة إن أنا ordered chaos. ما بقدرش أعيش من غير النظام، ما بقدرش أعيش من غير شوية فوضى. it doesn't do no harm، لأن من الفوضى يخلق النظام ومن النظام يخلق الفوضى، واحنا ما بنقدرش نعيش بدون الاتنين. يعني بس الفكرة ان كل واحد فينا لازم يكتشف قد ايه من ده مناسب له، قد ايه من ده مناسب له، ويبدأ يخلق العالم الصغير بتاعه. نيجي لثالث نقطة، ألا وهي ان السعادة نسبية. اللي هيعتبر سعادة لك اللي هيعتبر سعادة لكي مش هو اللي يعتبر السعادة ليا، وهكذا. لأن normal is an illusion. what's normal for the spider is chaos for the fly. رابع نقطة أنا شايفاها مميزة خاصة بالكتاب ده، فكرة إن إحنا بنتأقلم على ما يعتبر جيد أو سيء، ونسبة سرعة تأقلمنا دي هي اللي بتعادل معنى السعادة أو معنى الرضا بالحدوث اللي حصل. خامس نقطة هنربطها بالنيورو ساينس شوية، لأن هو هنا بيتكلم على الانتسيبيشن can be more pleasurable than the event itself. بمعنى إن الدوبامين طلع أصلا ناقل عصبي، مش بس مسؤول عن اللذة، هو كمان مسؤول عن توقع اللذة. واللي بيحصل إن أثناء توقعنا إن إحنا هنساتسفاي a certain pleasure عندنا، ده more pleasurable than the event of fulfilling the pleasure itself. هي دي الفكرة، وهو ده الموضوع بتاع الانتسيبيشن أي التنبؤ. سادس حاجة، ذاكرتنا ما نقدرش نعتمد عليها معظم الوقت لأن فيها تحيزات كتير، وحتى منظورنا لازم نراجعه أول بأول، لأن مرة أخرى فيه تحيزات كتير. والفكرة ما هياش فاكت، عمر ما الفكرة هتكون فاكت في المجمل العام. الفكرة ما هي إلا فكرة، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، والصح والغلط زي ما اتفقنا نسبي. control is overrated. لو هنيجي نبص لها كده، محاولتنا للتحكم على أي حاجة خارج نطاق التحكم بتاعنا is really overrated، لأن إحنا كبني آدمين الحاجات اللي بإيدينا إن إحنا نتحكم بيها أقل من إدراكنا بكتير. لما بنحاول نتحكم في حاجة مش في تحكمنا، كل اللي بيحصل إن إحنا بنحس إن إحنا ضعاف، which we kind of are. يعني we are ضعاف بشكل أو بآخر لو اعترفنا بالmalfunctions بتاعتنا والimperfections بتاعتنا which we are مرة أخرى. ممكن ده يؤدي إن إحنا يبقى عندنا عالم أفضل يوما ما. أنا مقتنعة إن في حاجات بإيدينا إن إحنا نتحكم بيها في عالمنا الداخلي، ولو إحنا عاوزنا نغير الأيدنتيتي بتاعتنا، تمام، الأيدنتيتي مكونة how you feel, how you think, how you act. دي الأيدنتيتي، طبعا تحتها set of beliefs and values and attitudes. بس ما علينا. لو عاوزنا نشفت من الأيدنتيتي 1 الأيدنتيتي 2 هنعمل نفس الكلام. الأيدنتيتي الجديدة دي بتحس بإيه؟ تفكر في إيه؟ هتتصرف إزاي؟ وبعدين إيه القناعات اللي المفروض تكون عن الأيدنتيتي الجديدة اللي أنا المفروض أتبناها علشان يبقى عندي هذه الأيدنتيتي. أجمل حاجة في البني آدم إنه قادر على التغيير، وأجمل تاني حاجة في البني آدم إنه قادر على التغيير في هذه اللحظة. أنسب وقت للتغيير كان امبارح أو في هذه اللحظة. أنا ما بحبش كتاب أو كاتب عامة لما بيستخدم كلمة permanent happiness أي السعادة دائمة، لأن أين السعادة الدائمة؟ أنا لا أراها فعليا، لأن مفيش حاجة اسمها سعادة دائمة. أي شعور موجود علشان يعتبر a little messenger بيقول لك رسالة معينة خاصة بأنت حاسس بإيه في هذه اللحظة، تمام؟ ففكرة إن أقول السعادة الدائمة أو البحث عن السعادة الدائمة بحس إن ده لا منطقي ولا آدمي، نوع من أنواع الكمالية الزائفة اللي هنقعد نجري وراها دائما ولا نصل لأي شيء. فناخد بالنا من المسميات اللي بشكل، لأن I don't like it. آخر حاجة في هذا الكتاب، وهو ده اللي أنا مقتنعة بيه، إن السعادة بتأتي من المغزى والكونكشنز ذات الجودة الجيدة. هو ده معنى السعادة، وأنا مقتنعة جدا بده لو جينا بصينا لها، لأن إحنا عارفين إن البني آدم
كائن اجتماعي أو حيوان اجتماعي is a social animal، وإحنا بنتغذى بشكل أو بآخر سواء introverts أو extroverts أو ambiverts in the middle بالسوشيال connections وجودتها اللي إحنا بنعملها. فكل ما يبقى عندنا جودة من السوشيال كونكشنز اللي احنا بنعرف نقضي معاهم كواليتي تايم كويس، وبنسعى في حياتنا ان احنا بنكرييت حاجة ذات مغزى، this is a good life. فأنا كده خلصت الحلقة دي، أكمل قهوتي والحق أجهز. باي باي.